الموضوع ده فكّرني بفيلم الباشا تلميذ لمّا كانت مها أحمد بتحاول إن هي ترتبط بأي حد وكل الناس حاطينها في الfriend zone. في بنت بتسأل وبتقول إن زمايلها في الشغل دايمًا شايفينها إن هي واحد صاحبهم، مش شايفينها إن شخص ممكن تكون شريكة حياتهم، بل كمان بيخلّوها تتوسط لهم مع أصحابهم البنات اللي معاهم في الشغل علشان يرتبطوا بيهم أو يتعرّفوا عليهم. خلّيني أقول لِك إن ده بيحصل بسبب شوية حاجات ممكن تكوني بتعمليهم وأنتِ مش قاصدة. أول حاجة إن أنتِ تكوني راجل بزيادة أو إن أنتِ تبيّني جدعنتِك في الشغل، فكل الناس يشوفوا إن أنتِ واحد صاحبهم ويقدروا إن هم يعتمدوا عليه. تاني حاجة ممكن تكوني أنتِ عندِك مشاكل من جواكِ مثلًا دايمًا بتقارني أو بتشوفي مثلًا البنت دي أحلى منِّك، فزمايلِك الأحق إن هم يرتبطوا بالبنت دي، وبتحسي إن أنتِ قيمتِك قليلة مقابل البنات اللي معاكِ في الشغل، وده بيكون عن طريق أفكار ممكن ما تكونش صحيحة أصلًا. تالت حاجة لازم تعرفيها إن كل ما هتحاولي إن أنتِ تباني ملفتة أكتر، كل ما هيحصل عكس ده، لإن أحيانًا بتلاقي بنات عادية جدًا بس بمجرد ما تدخل مكان أو بمجرد ما تكلم حد، تلاقي كل الناس عايزين يتعرفوا عليها من غير أصلًا ما تعمل حاجة. كمان الثقة بالنفس والشغل على الذات وتطوير التفكير ده بيفرق جدًا حتى لو أنتِ ما بتتكلميش، لإن هيفرق في طريقتِك، في كلامِك، في نظرتِك لنفسِك، وكل ده بينعكس على الناس اللي قدامِك. وآخر حاجة لازم تعرفيها إن نصيبِك ممكن يكون لسه ما جاش، ولو فعلًا نصيبِك جه هتلاقي الأمور بتتيسّر وهتلاقي إن الشخص ده بيبُص لِك على إنِّك أحلى وأنجح وأشطر بنت في الدنيا. فما تستعجليش النتايج وبس اعرفي قيمة نفسِك وطوّريها وثقي فيها وكل حاجة هتيجي لحد عندِك. لو أول مرّة تشوفيني ما تنسيش تعملي لي like وfollow يمكن أفيدِك بمعلومة جديدة.